الفلاح. مقدمة. الفلاح. في هذا الدرس نتناول أبياتا شعرية للشاعر محمد الهراوي، وهو شاعر مصري معاصر، ولد في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية عام 1885 ميلادية، وعمل في نظارة المعارف ودار الكتب، وتوفي عام 1939. ويعد محمد الهراوي رائد لشعر الأطفال في مصر والعالم العربي. يحدثنا في هذه الأبيات عن دور الفلاح المصري في نهضة بلاده كنموذج مثالي لمن يشعر بقيمة الجد والاجتهاد. أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرأ، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا، فمن نخلي لكم رطب، من كرمي لكم عنب، ومن حقلي لكم قصب، وقطني يجلب اليسر، ومن غنمي لكم عهن، ومن بقري لكم سمن، وفي طيري ولا من منافع جمة أخرى، سأنميها زراعات بماشية وآلات، وأكثر من نقابات، وأنهض نهضة كبرى، وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا